انفراد. أقسم بالله العظيم إني حلمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يمكن أعتزل اليوتيوب. التوثيق الذي نشروه في الإعلام الأمني كذب. ما معي إلا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. أي سالك فاسد بعدك زنقة دار خيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم بعد غياب طويل. طبعا الكل عارف ان انا كنت في السجن، وهذا سبب غيابي عن اليوتيوب وعن الساحة، ان انا كنت في السجن. الان انا سأوضح وابين ايش الذي حصل من طأطأ للسلام عليكم. ليش احتبستوا وكيف خرجتوا؟ لان الشعب اليمني فضول يشتي يعرف كيف احتبستوا وايش فعلوا بك وكيف خرجتوا. فانا سأحكي لكم القصة من البداية الى النهاية. أنا كنت فوق السيارة منتظر للقيت حكي، فجأة وصلين ثنتم مدرعات واربعة طقومات. أنا ما جالش باص، ثنتم مدرعات واربعة طقومات وطيارة وثنتن دبابات وخمس بواخر وتسعة قناصين فوق العماير، واحد بناظور من طرف الحارة، ناظور وفيلم. وصلوا شلوني فوق الشارع فوق الطي وزفة للسجن. دخلوني السجن، غمي عينك، دخلوني غرفة وغلقوا وراحوا لهم. أنا بعدت الذي في عيني أشوف من أنا داخل غرفة. أي شو هذا؟ أكيد الكاميرا الخفية أكيد. فجلست داخل الغرفة منتظر للرامز جلال يفتح الباب ويدخل. قلت أكيد إن هذا يعني رامز جلال معه برنامج هذا السنة في اليمن، رامز في السجن أكيد. يعني مستحيل إن هذا الذي حصل كله صدق. طيارة وطقوم وصفحات ومدرعات وعتمسكوا شهرون. لو يجي لي واحد فوق موتور يقول اطلع معك الأمن والمخابرات اطلع،